صورة قديمة لرجل إفريقي ينظر إلى قدم ويد صغيرتين مبتورتين، هما كل ما تبقى من ابنته ذات السنوات الخمس. الرجل اسمه نسالا، وقريته اسمها والا، وهو من الكونغو. والذين قتلوا ابنته جنود الاحتلال البلجيكي، وقتلوها لأن أهل قريتها لم يستخرجوا من خام المطاط الكمية التي طلبها منهم الاحتلال، ولم يكتفوا بقطع قدمها ويدها ثم قتلها، بل قتلوا أمها بعد اغتصابها، ثم قطعوهما وطبخوهما وأكلوهما، وسلموا لأبي البنت وزوج المرأة قدم البنت ويدها لكي يتذكر في المرة القادمة أن يجمع من المطاط ما طلبوه منه. والرجل الذي أمر الجنود بهذه السياسة هو صاحب الجلالة الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا، والذي كان يحكم الكونغو ل23 سنة من عام 1895 إلى عام 1908. وسبب حكم ليوبولد الثاني للكونغو يا أعزك الله هو أن الدول الأوروبية اجتمعت في برلين عام 1895 لاقتسام القارة الإفريقية، والتي كان يحلو للأوروبيين القول إنها مكتشفة لتوها، مع أن أصل البشرية كلها منها. فإن كان أهل قارة اكتشفوا أخرى، فإن أهل إفريقيا هم من اكتشفوا أوروبا قبل عشرات آلاف السنين، ولكن الله غالب ولا حول ولا قوة إلا به. أقول اجتمع ممثلو الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى في برلين لاقتسام إفريقيا، فأخذ كل منهم ما أراد، وكانت سواحل القارة أهم لديهم من دواخلها، لأن التجارة تكون في البحر، وهم يريدون استعباد البشر واستخراج ما في الحجر ثم نقله إلى أوروبا أو الأمريكتين. فأما الدواخل فكثيرة الأدغال، ونقل ما فيها من الرجال والغلال يكاد يكون ضربا من المحال، فأخذت كل إمبراطورية أوروبية من سواحل إفريقيا ما شاءت، وبقي قلب القارة الاستوائي غير مطلوب، بل كان أكثره غير مستكشف بعد، أي أن الأوروبيين ما كانوا يعلمون مداخله ومخارجه وثرواته، فزهده الأباطرة الكبار، فطمع فيه ملك من صغار الملوك ليس بمطمع ولا بمفزع، من أكبر ممتلكاته لحيته، وهو ليوبولد الثاني ملك بلجيكا المذكور. فمنحوه إياه وقالوا له لو استكشفت ما فيه فخذه وهو حلال عليك، كعادتهم في البقششة من كيس سواهم ومنح الناس ما ليس لهم. فأصبح أهل الكونغو الأفارقة بين يوم وليلة مستعمرين تابعين لملك لم يطأ ديارهم ولا يعرفون اسمه ولا رسمه. ثم صوت البرلمان البلجيكي على أن تكون الكونغو ملكا خالصا للملك، كأنها قطعة أرض يرثها، يفعل فيها ما يشاء ويستغل مواردها كما يرى، ولا يدفع عنها الضرائب، ولا يراقب أفعاله فيها البرلمان، ولا يحتاج لأن يمارس فيها سلطاته عبر حكومة منتخبة أو وزراء تمكن مساءلتهم. فصار صاحب السلطان المطلق يستبيح الأرض وأهلها وليس عليه رقيب. وأصبح هذا الملك سيد مساحة من الأرض في إفريقيا أكبر من وطنه 80 مرة. ثم زاد الطين بلة أن رجلا بريطانيا يدعى جون بويد دانلوب اخترع العجلة المطاطية المنفوخة بالهواء عام 1888، وشاع اختراعه هذا في الأسواق منتصف تسعينيات القرن التاسع عشر، متزامنا مع تملك ليوبولد للكونغو. وشاعت الدراجات والسيارات، فازداد طلب أوروبا وأمريكا على المطاط، والشجر الذي يستخرج منه ينبت الكثير منه في الكونغو. فرأى ليوبولد أن ولايته صارت منجما للمال، وأن كل ما عليه فعله الآن أن يجبر أهلها على استخراج المطاط بالسخرة. فأنشأ جيشا من المرتزقة الأوروبيين، ثم أخذ يجند بعدهم الأفارقة من الكونغو نفسها، وجعل على كل قبيلة وقرية كمية معينة من المطاط يسلمونها له كل فترة، فإن رفضوا استخراج المطاط له أو جمعوا له أقل من الكمية التي فرضها عليهم، قتل أهل القرية كلهم عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا ومثل بجثتهم، حتى أن القائد البلجيكي لهذا الجيش كان يزين حديقة بيته في الكونغو برؤوس ضحاياه المقطوعة. ولما كان الرصاص غالي الثمن لأنه لا يصنع في الكونغو بل يؤتى به من أوروبا، كان على كل جندي من جيش المرتزقة هذا أن يثبت أن كل رصاصة أطلقها قتلت شخصا إفريقيا، وأن الرصاصة لم تضع سدى، أو أنه لم يستخدمها في صيد حيوان يأكله من الغابة. وقرر المستعمرون
أن دليل القتل هذا يجب أن يكون اليد اليمنى للقتيل، فلكل رصاصة يطلقها الجندي من جنود الاحتلال يجب عليه أن يسلم لقائده يدا يمنى سوداء لشخص إفريقي، كان ذلك الشخص رجلا أو امرأة أو طفلا. ولما كان الجنود يرغبون في الصيد، ولما كانوا أيضا يرغبون في إرضاء ساداتهم، فقد كانوا يقطعون أيدي الأحياء أيضا، بل أصبحت أيادي الفلاحين الكونغوليين المقطوعة كالعملة بين جنود الاحتلال البلجيكي، يشترون بها ما شاءوا من طعام وذخيرة ويتداولونها بينهم، وكلما قطع جندي منهم أيادي أكثر كلما قصرت مدة خدمته الإجبارية في ذلك الجيش. وكان ثم بعض القبائل في أعالي النهر تمارس أكل لحوم البشر كجزء من طقوسهم السحرية، إذ يؤمنون أنهم إذا أكلوا قتيلهم حلت فيهم قوته وصحته. فمن هؤلاء حرص البلجيكيون أن يجندوا عساكر جيشهم المحلي ليرعبوا بهم أكبر عدد من الفلاحين ويجبروهم على جني أكبر قدر ممكن من المطاط. وكانت الفرقة التي داهمت قرية الرجل الذي في الصورة المسمى نسالة من هؤلاء، فاغتصبوا امرأته وقطعوا يد ابنته ذات السنوات الخمس وقدمها، ثم قتلوها، ثم قطعوها وأمها وأكلوهما وأعطوه اليد والقدم. وقد وصلت إلينا صورته لأن امرأة إنجليزية اسمها أليس سيلي هاريس ذهبت إلى مستعمرة الكونغو البلجيكية لنشر المسيحية بين الأفارقة، وأخذت معها آلة تصوير لتوثق رحلتها، وكان بيتها على مقربة من القرية، وكانت طيبة مع الناس فأحبوها. فأتاها نسالة هذا هلعا حاملا في يده يد ابنته وقدمها المقطوعتين ملفوفتين في ورق الشجر، وقص عليها ما جرى. فأخذت تلك الصورة في 14 من مايو أيار عام 1904، وحين عادت إلى لندن في العام التالي جالت في طول البلاد وعرضها تفضح ما يصنعه البلجيك بالكونغو. وبالمناسبة لم يلقى عملها دعما من دوائر الحكم في بريطانيا إلا حين توترت علاقتهم ببلجيكا، حيث قام قائد الجيش البلجيكي في الكونغو بإعدام مرتزق بريطاني يعمل معه متهما إياه بالتجسس لصالح الألمان. وكان لهم أيضا بعض المستعمرات في إفريقيا. فمن هنا لاقت السيدة الطيبة أليس دعما من حكومة لم تكن تكن أي تعاطف حقيقي مع الضحايا الأفارقة. وتذكر يا صديقي أن كل هذه الفظائع كانت ترتكب ليثري رجل واحد لا غير، ليوبولد الثاني ملك البلجيك. فهذا المال المنهوب والملطخ بدم الرضع والأيدي المقطوعة لم يكن يصل حتى خزينة الدولة البلجيكية، بل يدخل في حساب الملك الشخصي وحده دون سواه. وقد قتل الاحتلال البلجيكي في الكونغو بالمسؤولية المباشرة للملك ليوبولد الثاني هذا طلبا للمطاط ما بين 10 ملايين و15 مليون إنسان كونغولي قطعت أيديهم واغتصبت نساؤهم وأكلت جثث بعضهم. وعلى ما كان ملك البلجيك ينفق المال المجموع بدم أطفال الكونغو؟ على أشياء كثيرة عامة وخاصة، ولكن كان من بين وجوه الإنفاق تلك فتاة فرنسية كانت بغيا في بيوت الدعارة، عمرها 16 سنة، تدعى كارولين لاكروا. رافقها وهو في عمر 65، وأنعم عليها بأراض وأموال ولقب من ألقاب النبلاء، فأصبحت التي كانت تستأجر بالساعة والساعتين بارونة تنحني أمامها الرتب والشوارب بدماء الكونغوليين. أقول اللبيب من اتعظ بغيره. لقد كانت الكونغو أقوى من بلجيكا، فأهلها فيها ويعرفون أرضهم، والمستعمر الغريب ليس في يده حتى خريطة لمجرى النهر الأكبر في البلاد. فلولا أن بعض أهلها كانوا مفترقين منبهرين بالعدو متسابقين للعمل معه خائفين من مقاومته لما جرى عليهم ما جرى. وإن خوفهم منه وطمعهم فيما لديه من خمر وحلوى ورصاص يتحكم هو في إطلاقه ويراجعهم في كل رصاصة منه ويحاسبهم عليها أزلقهم عن حد الإنسانية حتى أكل بعضهم بعضا حقا لا مجازا. إن المستعمر لا يستطيع حكمنا إلا بنا، وهو لا يفعل إلا إذا خافه بعضنا وطمعوا فيما عنده، فإن وقع ذلك فلا قاع للانحطاط الأخلاقي الذي قد يصل إليه هؤلاء الخونة المتعاونون مع الغازي بذريعة الاضطرار. وإن كان بعض حكامك اليوم يذكرون ذلك الاضطرار مبررا للخيانة، فاعلم أنهم إذا أعطوا العدو اليوم إصبعا
فسيعطونه ذراعا بل أذرعا بل أميالا غدا. وتبصر أيضا يا صديقي، فلا تنبهر حين يقول لك الثري الغازي إنه متحضر جاء ينشر المدنية بين الهمج، فالهمجية تكون في كل عرق ودين، وكذلك الرقي والكرم. نعم، كانت هناك قبائل تأكل قتلاها في الأدغال، ونعم كان هناك ضباط عسكريون بلجيكيون بيض يتكلمون الفلمنكية أو الفرنسية، درسوا الفلسفة والآداب، يجندون هؤلاء ليقتلوا الفلاحين ويرهبوا من لم يقتلوه، فيعمل بالسخرة ليأتي بمال يصرفه ملك وراء البحر على بغي تعشقها. وكان لهم من الجرأة أن يسموا فعلهم هذا نشرا للحضارة بين الهمج. ولم ينتهي الأمر عند ذلك، لقد جلب ليوبولد عام 1897 267 إنسانا إفريقيا من الكونغو بين رجل وامرأة وطفل لعرضهم في حديقة حيوان بشرية في بروكسل. أقفاص من البوص يعيش فيها هؤلاء كالقرود، يأكلون ويشربون وينامون ويقضون حاجاتهم أمام ألوف المتفرجين. وقد كان كثيرون من الشعب البلجيكي معجبين بهذا التصرف، فيقال إن واحدا من كل 3 بلجيكيين زاروا حديقة الحيوان البشرية تلك، ومنهم من كان يرمي الموز على الأسرى ويصوت بوضع كفه على فمه وكأنه يقول إن أصوات أهل الكونغو المأسورين ليست كلاما. ولم تغلق حديقة الحيوان البشرية هذه إلا عام 1958، أي منذ ما يقارب 60 عاما قبل يومك هذا فحسب. وقريبا من حديقة الحيوان البشرية تلك تجد مبنى متحف إفريقيا، وهو متحف يمجد الملك ليوبولد الثاني وجلبه الحضارة إلى الكونغو، وفيه تماثيل رجال دين مسيحيين وضباط استعماريين بلجيكيين يحملون أطفالا عرايا يمثلون شعب الكونغو. وعلى حوائط المتحف أسماء الضباط والموظفين الاستعماريين البلجيكيين الذين ماتوا في الكونغو، وليس ثم اسم واحد من الملايين 10 أو 15 الأفارقة الذين قتلهم الغزاة وقطعوا أيديهم واستعبدوهم. وفي عام 1961، وقد كانت الكونغو بعد صراع مرير مع الاستعمار استقلت وانتخبت قائدها وبطل تحريرها باتريس لومومبا، تآمرت بلجيكا والولايات المتحدة وغيرهما من حلفائهما من الدول ذات الماضي الاستعماري على ترتيب انقلاب عسكري عليه بقيادة الدكتاتور العسكري جوزيف موبوتو، الذي سمى نفسه لاحقا موبوتو سيسي سيكو، ومعناه موبوتو سيد الرجال. وقد كانت بلجيكا ساندت حركة انفصالية أعلنت عن نفسها ويا للصدفة عشية استقلال الكونغو في المنطقة الأغنى بالموارد الطبيعية التي كانت بلجيكا تريدها، واسم المنطقة إقليم كاتانغا. وأرسلت بلجيكا قواتها لتساند الانفصاليين وتسيطر على الموارد، ما اضطر لومومبا لطلب المساعدة العسكرية أولا من الأمم المتحدة ثم من الاتحاد السوفيتي. فدبرت الحكومتان البلجيكية والأمريكية وحلفاؤهما هذا الانقلاب على لومومبا وساندة الجنرال جوزيف موبوتو عليه. فلما قبض الانقلابيون على لومومبا نقلوه إلى مقر الانفصاليين، حيث شارك في تعذيبه ضباط بلجيك ومعهم انفصاليون كونغوليون. وأعدم لومومبا بعد تعذيبه رميا بالرصاص، وقد أشرف على إعدامه نفس الضباط الاستعماريين الذين كان نال استقلال بلاده منهم. وبعد قتله نبش ضابط شرطة بلجيكي بمعاونة عساكر انقلابيين جثته وقطعها إربا وأذابها في الأحماض، وأحرق ما بقي منها إلا سنا واحدة مغطاة بالذهب بقيت بحوزة البلجيكيين، ولم يسلموها لأسرة لومومبا الشهيد إلا في حزيران يونيو من عام 2022. وقد تمت إعادة السن في احتفال في قصر بلجيكي فخم وكأنه محاولة للاعتذار، على أن كل الاعتذارات التي صدرت عن الحكومة البلجيكية لم تكن كافية، فقد أصدر ملكها فيليب وليوبولد الثاني عم جده بيانا عام 2020 يذكر فيه أسفه على الظلم والقسوة اللذين مورسا في الكونغو، ولكنه لم يدن عم جده بالاسم ولا تحمل مسؤولية قتله للملايين من الأبرياء الذين بنى دمهم فخامة قصره. ولم تزل في بروكسل عاصمة بلجيكا وعاصمة الاتحاد الأوروبي عشرات التماثيل لليوبولد الثاني. فحين تتأخر عليك تأشيرة سياحية أو تأشيرة هجرة لأن بشرتك سمراء أو لأن دينك الإسلام أو لأنك فقير،
وحين يقول لك الغازي ويقول لك المعجبون به والمتعاونون معه من أهلك ونخب مثقفيك إنه متحضر وإنك همجي وإن عليك أن تثبت جدارتك لتزور بلدا بني بدماء أهلك، قل لهم إن الهمج هم الظالمون، وإن الظالمين هم الغزاة اللصوص ومن عاونهم وواطأهم من الأقوام المغزوة على الخصوص. الهمج هم من قتلوا ابنة ذلك الرجل نسالة ذات السنوات الخمس وقطعوا يدها ورجلها وأعطوه إياهما، ومن عينهم وجندهم وأمرهم وأشرف عليهم وهم ينفذون. وقل لهم إن الزمن دوار ولا يأمنه إلا المغرور المخدوع، وإن روح نسال الذي من والى أبو البنت الشهيدة تمد جناحيها الأسمرين وتفرض ظلالها كعنقاء عملاقة على موج المتوسط، وإن يد الغريق يرفعها حين يغطيه الموج لم يبق منه غيرها شديدة الشبه بالأيدي المبتورة، والبحر يرمي بها لتصفع أوجه ظالميها، ولأنها مبتورة فلا جسد لها ليخاف ويردها. لقد أصبحت جزءا من البحر ذاته، أصبحت هذه الترة ترة الله والناس، ترة التاريخ والجغرافيا، وهي قوة من قوى الطبيعة ولا راد لها. فثق بنفسك واعرف من المتحضر ومن الهمجي ومن المنصور لا محالة في نهاية هذا المشهد المر.